مصطفى مكة دواوجه يا قيم جند جدة بويني لدل دو كو ليدي كوت ديفوار wuro lamorgo Abidjan legal commence o soro juma mo jeeton do ko juma dental Madina Gounass hande e aljuma go août 2025 so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seren be bur e Gounass jiya balle sa nyentini dum kisa nana bolle seren be bur e Gounass jiya balle sa nyentini dum kisa nana bolle seren be bur e Gounass نبن دين جبران سنة مها نص الكتاب مؤلداء باس كظاهر شريعة إباد الحقيقة مها دين سير بمور Gounass لنمتي نبي دين نبن سلاما لمن زار مور وGounass مولود نبي رمي سامري فلا سكا أول نسلامي ساس مولود بياد يرون النبي دين على جنگ دون كواباس سيناتو قريلم كما يا نبي حقيقة نسير بمور Gounass ونعلم تفوه من شرط جموم نصير بالأمتي بمور Gounass فيا سندانا ويا مرشدا إلى الله لله مور Gounass والدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور واعلموا رحمكم الله أنه لا تقوم الدنيا إلا بقيام الدين ولا تنال العزة إلا بالخضوع لرب العالمين ولا يصح الدين إلا بالإخلاص واتباع سيد المرسلين والعمل الصالح هو رأس مال الفائزين ومن حاسب نفسه خف في القيامة حسابه وصح عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في القيامة وقفاته وأحاطت به خطيئاته يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكل يوم ينقضي يبعد عن الدنيا والدور ويقرب من الآخرة والقبور قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ووالله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بما كنتم تعملون فجنة للمطيعين
ونار للعاصين، فالزموا طريق النجاة، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن يكتب إثما فإنما يكتبه لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. واعلم أيها المرء أنك لن تعذر بتكفير الآخرين ولا بانحراف المنحرفين ولا بخذلان المخذلين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله اللطيف المنان المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويغني ويفقر، كل يوم هو في شان. أحمده على صفاته الكاملة الحسان، وأشكره على جزيل نعمه لكل إنسان، وبالشكر له يزيدنا في العطايا والعرفان، ونشكره سبحانه أن هدانا للتقوى ويسر لنا سبلها وأكرمنا بثمار التقوى العديدة ومنافعها العظيمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلا نجاة للمسلمين من النار ولا دخول لهم إلى الجنة إلا بتقوى الله. وقد أوصانا الله تعالى بالتقوى في كتابه الكريم في أكثر من آية كريمة. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر المسلمين، اتقوا ربكم في السر والعلن، واتقوه في جميع علاقاتكم وعلى اختلاف أحوالكم، إذ إننا علمنا ثمار التقوى ومنافعها العظيمة على المسلم في دينه ودنياه، فهي درعه الحصين وسلاحه المتين في مواجهة الفتن ودحر الصعاب. وليعلم المسلم أن كل ما يبذله لتحصيل التقوى والابتعاد عن المعاصي والهوى معلوم عند الله وسيؤجر عليه، وأن التقوى تشمل جميع أعمالنا وجوانب حياتنا. يقول الله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واتقوا الله عباد الله في معاملاتكم اليومية وتبادلاتكم التجارية، فأنتم حملة الأمانة من الله تعالى. هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال لتحملها، لكنها مع قوتها وصلابتها خشيت وخافت من حمل الأمانة. أما الإنسان فلم يعبأ بما وراء حمل هذه الأمانة من مسؤولية كبرى وعبء ثقيل وضرر جسيم، إذا هو لم يقوم كما ينبغي بصون حرمة هذه الأمانة في نفسه بينه وبين من يتعامل معه، بل بغض النظر عن كسله وتناعسه عن العمل جعل يخون شريكه في تسجيل مؤن متعلقة عليهما كما يزعم العامل المشرف على المال، وحقيقة الأمر خلاف المذكور. ومثل هذه التصرفات في المعاملات سرقة بحتة، ليس إلا أنت تقول للشريك عندما تقدم له ربحا ضئيلا بأن السبب في قلة الربح هو الكساد في السوق وقلة الزبائن، وأنت تعلم ما أخفيت عنه من النقود المدخرة جانبا. إذا كان لا يعلم هو
فأنت تعلم أن الله يعلم. بإمكانك خيانته وتدليس الأمر عليه. أما الحي القيوم الذي لا ينعس ولا ينام وكل شيء عنده معلوم، علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ربك وخالقك ورازقك ليس باستطاعتك أن تخونه أبدا. هو يراك حين تقول في نفسك لا يوجد غيري، ويطلع على مصروفاتك المخفية حين تهمهم في فمك وشفتك. صلح أمري وزال ضيري وزاد خيري وصار الغنى نائبا عن فقري، لكن هيهات وهيهات وهيهات، لم يسعف المرء قط كونه من الخائنين. بل التقوى وحدها تضمه بزمرة الفائزين. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا ماكثين على الصدق والإنصاف، فبذلك فقط وليس بغيره تكون البركة فيما ترزقون من أعمالكم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه في كل الأحوال. وكذلك أنتم أيها الإخوة المسلمون توبوا إلى الله واستغفروه، وبادروا إلى تطهير العمل بالإحسان والإتقان قبل فوات الأوان. وكثيرا ما أتطرق للتحدث في هذا الداء العضال في خطبي وتوجيهاتي منذ أن دخلت هذه البلاد، ناصحا وطالبا وراجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا التخلص من هذا الداء حتى نكون أوفياء، نصون العهد ونحفظ الأمانة ونخاف الله في كل ما نأتيه وما نعمله. جعلنا الله من المتقين الأوفياء. ومما ينبغي ترك البال عليه والحذر من عواقبه الوخيمة هذه الشبكات الاجتماعية وتواصلاتها، وقد يؤدي استعمالها إلى النفع نعم، ولكن إلى الضرر أكثر، إلى هتك حرمات الناس عبر نشر أخبار غير صحيحة تمس بكرامتهم وحريتهم. على المسلم أن يحذر كل الحذر من ذلك ويسعى إلى صون الحرمات والابتعاد عن الموبقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم من التفوه بغير اللائق والمستحب والمرغوب فيه. Mes chers frères musulmans, tout le monde a des droits. Et l'un de ces droits est le droit à la vie privée. Notre corps, qu'Allah a créé avec une nature pure et privée, et doit être respecté. En islam, on distingue 3 domaines où s'applique le droit à la vie privée: le corps, le lieu et l'information. Concernant le corps, c'est le droit à la personne d'être protégée de toute violence ou la prise d'image sans son accord. Concernant le lieu, c'est la protection de l'espace privé de l'individu. Concernant l'information, c'est la protection de l'information personnelle de l'individu. Chers fidèles, avec le développement des technologies, il est devenu plus difficile de protéger la vie privée. Est-elle due aux réseaux sociaux ou au désir de plaire d'autres, ou à cause d'un changement, ou à cause d'un changement de nos valeurs? Est-elle due aux réseaux sociaux, au désir de plaire aux autres, ou à cause d'un changement de nos valeurs? C'est pourquoi nous devons nous remettre en question. Il est donc essentiel de respecter les valeurs morales islamiques. Dans l'utilisation des réseaux sociaux, il est interdit d'enquêter sur les défauts et les secrets
des autres pour les exposer, qu'Allah fasse de nous de bons musulmans. اللهم يا رب يا تواب تب علينا واغفر لنا خطايانا واستر عيوبنا واجعل التقوى خير ما نتقوى به في العبادات والمعاملات. وصل اللهم وسلم وبارك ومجد على سيد البشر وخير البشر مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وأجلنا ربنا بالسلام وعلى منك السلام السلام تبارك ربنا وتعالى والسلام والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبقنا وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أكثر إليك من يدي كل نفس ولمحة ولغة ولغة تكلم بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في رزقك كائن أو كان فجبريك فجر ذلك كله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يخرجه حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. e kadi ko kanko ko almuudo ceerno ɗum ko sens makko mo heɓi omo yiɗi ceerno omo gasi e ceerno oɗo ene wayno kono o fadno ha yettoni e ɓiyi ko omo inniri ɗum ceerno o rokki ɗum ceerno ɗum ko ha ganden hakkude makko e ceerno men ceerno Ibn Oumar ceerno ene tiiɗi no feewi subaka mo on yettotoɗo o ɓooyi o sellani ko nden o hutti e joomi ko firti ko duwaw makko koko jaaba ɗumne kadi eɗen kaɓre ɗum ma o juule joni o nawte hono Sénégal. Nous avons une triste nouvelle déformée, notre frère Ahmed Kanté qui connaît au nom des Américains Kanté et ils sont décédés venus la nuit de mardi avant l'arrivée de Cheikh. Inch'Allah, son corps sont envoyés d'ici. On va prier sur lui maintenant. L'animation sera au Sénégal, Inch'Allah ta'ala. On informe les gens et les fidèles d'ici, Inch'Allah. On va donner le micro au Tcherno si il a un peu d'informations qu'il veut informer les gens, Inch'Allah. Tcherno si. Nous allons prier pour le devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pris de son âme. Qui a dit qu'il n'y a pas de doute, c'est une bonne personne. Un musulman, un tidjane. Il aime le bien, il aime également les hommes du bien. Nous tous, nous le connaissons cela. Cela est une manière de rendre grâce à Allah. J'ai dit que entre le devin et lui-même, c'est une grande fraternité qui est là. J'ai dit quand il a commencé à venir ici au pays, sauf cette fois-ci, à chaque fois, il voit Tcherno. Il vient, il voit Tcherno. Il vient, il réitère son amitié, également son discipline. Si quelqu'un t'a aimé jusqu'à il t'a donné comme homonyme à son fils, lui, il a manifesté sa preuve de son amour à ton endroit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je redis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Musidɗo o kadi ko haali ko e fedde jokkere en ɗamde. C'est que le frère vient également d'évoquer concernant l'association. ɗum ne kadi mbatten hen haqqille no feewi. Tcherno recommande à ce qu'on fasse beaucoup attention à cette union-là. Ɗeɗo leyɗele en ɗanni e majje. Ces pays-là, pourquoi nous sommes là? En ɗanni e majje sababude dartude ardigaji meɗen. Nous sommes là pour chercher notre artiste. Jiɗɗen ko wurde ɗo kono jiɗɗen ko so Allah jeyti en nawtoɗen to ummuɗen to. Nous souhaitons également vivre ici, mais également nous souhaitons qu'à le 7 ans, on soit ramené dans nos pays d'origine. Tawde ko noon noon.
puisque c'est ainsi. aɗa woni e oɗo nokku. Tu es dans cet endroit. ene woodi fedde jokkere en ɗam pour ɗum. Il y a une association de fraternité. woto neɗɗo jabbo wasde naatde heen. Que tu auras dedans. kadi taw aɗa foftini wonɓe caggal ma ɓe. Également, tu reposes ceux qui sont derrière toi. sabu so tawi ladial waɗi wonɓe caggal ma ɓe ko kañum jogiti habaru ma. Si le décès arrive, ceux qui sont derrière toi, ta famille, ce sont eux qui vont s'occuper de ta situation. ɓe jiɗi ko waɗandema ko jiɗɗa ko. Pour demander, pour te soutenir. a fawi e maɓɓe ko teddi. En ce moment, tu auras déposé en eux une charge lourde. mais a fawi e maɓɓe ɓe ñaganoma. Tu as déposé en eux la charge d'aller demander pour toi. te ina teddi e maɓɓe. Et cela est une lourde charge. te an a natti wonde ɗo. Et toi, tu ne devais pas faire ça, tu n'es plus là. ɗum wata neɗɗo waɗ ɗum. Faut pas faire ça. yo neɗɗo tinno. Dis, être humain, il faut faire beaucoup d'efforts. ha tawa e gurdam makko. Pendant ta vie, omo naati e pelle he pour jokkere en ɗam ɗam. Tu entres dans des associations de fraternité. pour jokkere en ɗam ɗam sababude ko wayni so jooɗi tawa foftere tan wona tampere ala hen. Pour que quand des genres de situation tombent, il y ait un repos pour toi et pour ta famille. ɓeydoɗen wattude hen haqqille no moƴƴi. Thierno dit, il nous exhorte à faire beaucoup attention à cela. yo Allah jokkan en enɗam meɗen. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie nos liens de fraternité. noon ganniyonoɗen jaaɗo o e denndaangal mayɓe julɓe mbaɗen fatiha laabi nayyi salatul fatiha laabi sappo e ɗiɗi suratul ikhlas laabi sappo e goho nelden ɓe baraji ɗi kamɓe mayɓe julɓe fof. Thierno dit, il nous recommande de formuler l'intention pour celui qui vient de décéder et tous nos sinistres défunts en récitant 4 fois la Fatiha, 12 fois la salatul fatiha, 11 fois suratul ikhlas à l'endroit de leurs âmes tous. Après cela, nous irons faire la prière mondiale sur le corps. Bismillah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Awsel binde koccegunas so gondigu naftowu almudo kay ko gondigu seren be mur e gunas giya balle sa ñencini ɗum kisa nana bolle seren be mur e gunas giya balle sa ñencini ɗum kisa nana bolle seren be mur e gunas ndewen diine jibrano sunnamaha e nasul kitabi mo alda e bas ko wahir sharia e baɗin haqiqa maha diine seren ɓe mur e gunas ɓe donti nabiyu e diine ndewen salaman liman zara mur wo gunas Malundi nabiyu rani samiri fala saka owon naslani sas Malundi biya do yoron annabi edine ala jango dun chobas Sinato bureilum tomaya nabi haqiqa no sen be mur egunas ونعلم تفوهم شرط جموم نصير بلهم شيب بور اقوناس فيا سندانا ويا مرشدا إلى الله لله بور اقوناس فأحمدنا ومحمدنا سميا سبابة بور اقوناس Lejomen subi burdo bindenula labilum tolum tito mur egunas de tijjani rokka bural awliya subalum tolum tito mur egunas
ولم بدليل يوجو آخرين منهم بتني تمور أقناس لما يلحق ينت أصحاب إن تصباجين أنتم على التباس برا يمور كفايل ييني فوفو فلي إلفوتا يمور أقناس وإجي أعلم أصباه من وجدت أنسو جمهور أقناس أهدي أفر لدة التالي من حاجاني قدر الأمور أقناس أبا الخير الصديق ما سيد با محمد سعيد تمور أقناس